الدنيا يا استاذ سيد يا مزيكا يا نجم النجوم انت. اهلا بيك يا استاذ فادي، فانا متاح لكم ليلا ونهارا. امال اين ذهب الدكتور علي؟ والله انت ابن حلال، دكتور علي جه اهو. يا اهلا اهلا اهلا، تفضل يا دكتور علي، كنا بنسال عنك حالا. اتأخرت ليه يا فادي؟ هو مين الشخص الغريب اللي في بيتي ده يا فادي؟ ده الشاعر المعروف استاذ سيد مزيكا نجم النجوم. تشكر والله تشكر. هو حضرتك شاعر بإيه بالظبط؟ بالجوع. هو ده بيعرف يكتب؟ اسكت عشان لو سمعك هيحبسك في بيت شعر وهيفضل ضرب. ما هذه السخافه؟ انتم سخفاء، انتم سخفاء. انت جايبه منين؟ من الشاعر اللي ورا. أنا آسف جدا يا أستاذ سيد على كل اللي بيحصل ده، لو تسمح لي أسأل بس حضرتك سؤال. اتفضل طبعا اتفضل. أستاذ سيد مزيكا، حضرتك أنا لما أحب أتواصل معاك أكلمك عادي ولا ألحن لك؟ انتم سخفاء، انتم سخفاء، وعلى راي الشاعر اللي قال اذا تهزأت في قعده امشي وسيب الناس اللي قاعده. انتم سخفاء سخفاء يا انتم. استاذ سيد يا مزيكا خلي بالك السلم الموسيقى اللي تتكعبل فيه. أستاذ سيد امشي على الكافيه على طول هتلاقي الباب. انتم سخفاء. انا غلطان ان انا جبت. يا فادي ده انا قلت لك جيب لي شاعر، يعني جيب لي حد بجوده ايمن بهجت قمر، امير طعيمه، لكن ايه القرف اللي انت جايبه ده؟ هعمل ايه يا علي؟ طيب اللي لقيته قاعد على جنب بيعيط قلت نكسب فيه ثواب. خلاص انا هتصرف كالعاده. هتعمل ايه؟ تعرف شاعر تاني؟ الشاعر اللي وراه. ده انا اروح اكتب لك بيت شعر ابن جامده دلوقتي.